حصاد الجنوب أهلا بكم. اطلع الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في لقائه اليوم الاثنين وزير الدفاع في حكومة المناصفة الفريق محسن الداعري على جاهزية القوات على الجبهات. الرئيس الزبيدي وجه خلال اللقاء وزير الدفاع بالحفاظ على أقصى مستويات الجاهزية العسكرية بعموم الجبهات والتصدي بشكل رادع لأي تصعيد حوثي مع الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس لإنجاح المبعوث الأممي والتحركات الإقليمية لوقف الحرب وإحلال السلام. وفي سياق آخر اطلع الرئيس عيدروس الزبيدي خلال استقباله وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة المناصفة الدكتور واعد عبد الله بذيب اليوم الاثنين على أبرز أنشطة الوزارة، وتركزت المناقشات على طبيعة المشاريع الجاري تنفيذها بمنح من الدول الصديقة والمنظمات الدولية في المجالات الإغاثية والإنسانية وإعادة الإعمار وسبل تذليل ما تواجهها من صعوبات. احتضن مقر الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت اليوم الاثنين لقاء معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك. دعا الحاضرون أبناء حضرموت جميعا إلى التماسك والاصطفاف ومواصلة النضال لتحرير الوادي وإدارة ثرواتهم وشؤونهم بأنفسهم، متطلعين إلى تحقيق أهداف شعب الجنوب بالحرية وإنجاز الاستقلال الكامل. رفضت هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبر مكتبها في ميناء المنطقة الحرة في العاصمة عدن اليوم الاثنين السماح بدخول 2750 كرتون حلوى جيلي. الهيئة كشفت عن أن الشحنة مخالفة للمواصفات لكون المنتج على شكل حشرات، كما أتلفت 48 كرتون حلوى مخالفة للمواصفات القياسية لاحتوائها على شحم الخنزير ومشتقاته. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.